السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايبه لكم كده أكلة كده كلنا اتربينا عليها، دكر البط البلدي اللي محشي رز كده مفلفل كده معمول بالسمنة البلدي اللي كلنا متربيين عليه، بجد تحفة. شايفين منظر الدكر البط يا جماعة وانا بقطعه؟ شايفين لحمه؟ بجد أحلى دكر بط هتاكلوه في حياتكم، معمول بالسمنة البلدي والتوابل اللي كانت جدتي بتحطها كده بإيديها كأنها مستنية يوم العزومة، والشوربة بتاعته اللي كانت لذيذة جدا ومليانة طعم الدفى، بيخلي كده الواحد كده مبسوط كده من جواه. حاجة كده هنصلي على النبي كده يا جماعة. وانا كده معايا دكر البط ده، انا جبته كده وزن 4 كيلو زي ما انتوا شايفينه. انا كده كتفت كده الجوانح بتاعته تمام. وعايزه اقول لكم ان دكر البط ده يا جماعه انا نقعته في محلول ملحي، عباره عن ملح وخل وليمون، وغمرته حلو بالميه وسبته نص ساعه. بعد كده صفيته حلو من الميه وشطفته كده تشطفتين. وبعد كده هبتدي بقى زي ما انتوا شايفينه، جبته كده ورحت بقى ابتديت اكتفه كده من اجنحته، وابتديت اجيب الزور بتاعي وابتديت اقطع الزور بتاعي كده بالسكينه بالراحه، يكون السكينه بتاعتي حاميه عشان الزور ده احنا عندنا في الارياف بنحب نحشي الزور كده رز يا جماعه، ونحب نحشي دكر البط كله رز كده يكون مفلفل وجميل كده بالسمنه البلدي ومبقاش معجن ولا حاجه. ان احنا عندنا في الارياف بنحب ناكله مع الرقاق الطري. تمام. اول حاجه جبت بصلايه كبيره كده اللي ماشيين بالميزان 150 جرام، جبتها وغسلتها حلو، قشرتها وغسلتها حلو، واتاكد ان انا غسلتها حلو. وبعد كده بشرتها كده بالبشره ناعمه. وبعد كده رحت جايبه كوبايه رز كده غسلها برده وصفتها حلو. كوبايه الرز دي في حدود ال 200 جرام على دكر البط اللي هو وزن 4 كيلو. تمام. بعد كده حطيت بقى معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من الملح. تمام. جبت بعد كده الكبد والقوانص بقى، أنا كنت منضفاهم برده نقعهم مع دكر البط في محلول الملح، جبتهم كده وقطعتهم تقطيع صغير زي ما انتوا شايفينه كده. اهم حاجه اللي بيحل الرز الكبد والقوانص ديت. احنا برده كنا بنحط الكبد والقوانص كده مع دكر البط، بس بنقطعه مع الرز بيدي طعم حلو جدا. حطيت بقى معلقه بقى كبيره من السمنه البلدي اللي بتخلي الرز الحشو دكر البط واي زفره عندنا وتديله طعم. السمنه البلدي يا جماعه معلقه حلوه كده كبيره من السمنه البلدي تديك طعم كده للرز كده، تخليه حلو وجميل وفي نفس الوقت تخليه مفلفل وجميل. وده السر من الاسرار ان الرز بتاع دكر البط عندنا في الارياف يكون مفلفل وجميل. شايفه جبت بقى دكر البط كده، واهم حاجه قبل ما احشي اتاكد ان هو مفيهوش ميه ومتصفي حلو من الميه ومفيهوش اي حاجه ونضيف. ابتديت احشي من جوه كده كبشتين من الرز، ما املاش الرز من جوه خالص، يا دوبك احس ان ايدي كده ايه، يعني ايه، في مسافه بين الرز وصوابعي، عشان الرز لو حشيناه دكر البط رز كتير هيتكتم معانا الرز وهيحصول ومش هيستوي. تمام. يبقى في حبايه مستويه وحبايه نيه، فاحنا عايزين نديله براح يعني كبشتين 3 معالق جوه كده من الحشو. وهنبتدي بقى ايه، نفرغ له. شايفين كده بين الوراك ديت، الوراك دي بينها ديت اهم حاجه برضو بننضفها حلو، بيكون فيها مزلقه ووساخه كده شديده الاتساخات كده مزلقه كده بتبتدي نشيلها برضو ايه في محلول الملح وننضفه حلو. تمام. تاكدي اهم حاجه ان بين الوراك ديت ما يكونش فيه مزلقه ولا اي حاجه، عشان احنا هنحشيها رز، عشان لو جالنا ضيف واحنا بنعمل عزومه ونيجي مثلا نقطع دكر البط وكده ايه، وعايزين نبين ان احنا شطار ويطلع دكر البط بتاعنا الرز مفلفل وحلو، نيجي نقطعه نلاقي كده الوراك كده ايه، بتطلع الرز كده حلو والوراك بتاعتنا نظيفه وحلوه. تمام. البنات لسه مبتدئه، حشينا من كل ورك كده بين الفتحات 3 معالق هنا من كبار رز، و3 معالق برده من الناحيه التانيه رز. والرقبه نفس القصه، حشيتها كده كاني بحشي ممبار، ما ملهاش على اخرها. احس كده، شايفه انا عماله احشي ازاي الرقبه وسليمه مش متقطعه، اتاكد ان رقبتي مش متقطعه ولا اي حاجه، يا دوبك قطعت الزور بالسكينه وبقيه الجلده ببتدي احشيها زي الممبار عادي، وببطط عليها زي ما انتوا شايفينه كده. متاكد ان انا مديها مراح كده من الرز، يعني ما ملهاش رز عشان مش تتفجر معايا. تمام. شايفين دكر البط في نفس الوقت انا بكتفه من الفتحه دي، فتحه له فتحه كده، وببتدي اكتفه واتاكد ان دكر البط مش ملياه رز من جوه. يعني بقول لك من جوه كده تديله براح، تحس كده تدخلي ايدك كده تلاقي ايدك داخله كده وفي ايه، مسافه. تمام. عشان ما يطلعش الرز مكتوم، ودايما نشتكي ان الرز، شايفه بقول لك الرزور برده بتاعي مش مليان، اداله براح. ابتدي بقى انا عايزه بكتم دكر البط بالزور بتاعه. شايفين الزور انا بحب اكتم بيه دكر البط. هتقولي في ناس بيخيطوه، هقول لك ما بحبش اخيطه، بحب اكتمه براس دكر البط او الزور دكر البط اي حاجه، المهم اكتبه. وبعد كده انضفه حلو من الرز، من حوالين دكر البط انضفه حلو من الرز عشان الرز ما يبقاش عليه واجي احطه في الميه بتاعته السلق يعمل لي ماده نشويه. تمام. اتاكد من نظافته حلو من الرز. بعد كده بكون غاليه له ميه. الميه اول ما تغلي بالنسبه للبنات لسه مبتدئه، الميه بنحطها في الحله كده يا دوبك تبقى كتيره كده، والحله بتاعتنا تبقى واسعه عشان الدكر البط بتاعنا ياخد براحه وما ينفجرش، ونستخسر ان احنا نجيب حله كبيره والمواعين والكلام ده. لا، هنجيب حله كبيره نحط فيها ميه تغلي ونحط لها. بعد ما تغلي، اول ما بتغلي بننزل دكر البط،
تتاكد انها غليت. وبعد كده نحط بيكو جورنيه عباره عن بصل وطماطم وفصين توم وحبهان وورق لورا ومستكه. وطبعا بحط معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود، معلقتين كبار من الملح. وطبعا يا جماعه ما نكترش الفلفل الاسود عشان ايه ما يبقاش ايه حرق. بنبتدي نغطيه اول ما ياخد معانا غلوه، بنبتدي نهدي النار متوسطه ونسيبه على النار زي ما انتم شايفينه. خد معايا ساعه وربع بالظبط. وبعرفه كده من الراس، بمسك الراس بتاعت كده بعد ساعه وربع او ساعه، ببتدي امسك الراس اتقطعت معايا بكل سهوله، ابقى دكر البط ده استوى معايا تمام. شايفين دكر البط خد معايا ساعه وربع على نار متوسطه، وشايفين شربته، شايفين دكر البط جميل جدا. حتى الرز مفلفل معايا وحلو قوي قوي. كل دوت عشان مظبطه له الرز بتاعه، مظبطه له المعيار. والسمنه البلدي بتديه بتخليه مفلفل، ما تخليهوش ان هو معجن ولا اي حاجه. وكمان غير كده انا مش كاتماه بالرز الحشافه، بقول لك مستوي ازاي، تغرزي الشوكه تلاقيه مستوي مش ني، هتلاقيه مستوي تمام. بعد ما طلعته كده بقى زي ما انتم شايفينه، ابتديت بقى اجيب بقى اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. بالله عليكم لو وصلتوا للفيديو ده ما تنسوش تعملنا لايك وكومنت حلو. بعد كده جبت دكر البط بقى زي ما انتم شايفينه كده، وهعمل له تتبيله جميله اللي هي بتاعتنا في الارياف، تخلي لونه احمر وجميل ومسكر. وانتوا دايما تسالوا لي عليه، ما بنحطش عسل. اوعى تحط عسل ايه في دهان الدكر، بغير من طعمه. احنا بنجيب طماطميه كبيره مبشوره نكون غسلينها حلو ونبشرها. وبعد ما نبشرها كده اهوت نبتدي نحط لها معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من الملح، من هي معلقه البهارات. ونبتدي نحط كده معلقه كبيره من السمنه البلدي او معلقتين كبار من الزيت، ونقلبهم مع بعض ونبتدي نحطهم وندهنهم من على وش الدكر، ندخلهم تحت الشوايه يطلعوا احلى دكر بط. طبعا ما يكملش العزومه كده من غير شوربه ايه دكر البط، حاجه كده تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطراوه كده يا جماعه، شايفين دكر البط كده وطراوته كده اكنها زبده سايحه. شايفين وانا بقطعه جميل ازاي، شايفه بص بقى النسيره كده وانا بقطعها، بص النسيره زبده كده كأنك بتاكلي زبده كده سايحه. شايفين اللحم كده جميل ازاي، طري وجميل ازاي. عايزه اقول لك كمان غير الرز بتاعه المفلفل من الجمال ده. وده كان اكلنا في الارياف على اصول من مطبخ بلاش دليفري. ما تنسوش تعملوا لنا كومنت حلو ولايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.